هذا الكتاب بدل حياتي. لي 48 لوا دو بوفوار هو واحد الكتاب جمع فيه الكاتب ديالو روبرت غرين القوانين اللي كيوضحوا آليات السيطرة والتحكم في العلاقات والأشخاص اللي كيحيطوا بينا. Never outshine the master، أو لا عمرك تبان على الشيف ديالك. هذا القانون الاول ديال الكتاب. الا كنتي في اي منظمه ديما كتحط راسك في الخطر الا بديتي كتبان على حساب الشيف ديالك. روبرت غرين عطى مثال ديال نيكولا فوكي وزير الماليه ديال لوي 14 اللي مشى بنى قصر فخم جدا اللي جعل من الملك لوي 14 جيه الغيره بزاف من الوزير ديالو. هادشي اللي خلاه يتهموا بالشفره ويشدوا في الحبس. الرساله ديال هذا القانون هو انك ديما تحضي مع الشاف ديالك وما ديرش شي حاجه اللي تندم عليها واخا بالغلط. والحاصل الكتاب راه فيه بزاف ديال القوانين بحال هكا وحسن من هكا، وحتى الا ما بغيتيش تطبقهم حيت يقدروا يجيوك شويه قاصحين كننصحك انك تقراه وعلى الاقل تعرفهم حيت تكون متاكد بان هاد القوانين كيطبقوا عليك. وكاين بزاف ديال الكتوبه قدم من ديال روبرت غرين بحال لو برانس دو ماكيافيل ولا لاغ دو لا غير ديال سون تزو. هادشي واخا كان جديد عليا فاش اكتشفتو، كونوا متاكدين بان اغلب السياسيين ولا ميليتير ورجال الاعمال كيخدموا به كل نهار. دابا شنو العلاقه ديال هادشي بالاي اي؟ اكبر مشكل في هاد الكتوبه اللي ذكرت دابا هو التطبيق. تما فين غادي يجي الدور ديال شات جي بي تي اليوم. اكثر حاجه كيعرف يديرها الذكاء الاصطناعي حاليا هو تحليل المصادر المكتوبه ثم بعد ذلك الربط بين الافكار ومن ثم صياغه الاجوبه المتناسقه. الا لعبنا على هاد النقط هذه ممكن نصنعوا من شات جي بي تي ولا كلود ولا جيميناي مستشار خاص اللي غادي قد يعاوننا على تحليل الوضعيات اللي كنتحطوا فيها يوميا بشكل اللي يحفظ الحقوق والمصالح ديالنا وما يخليناش عرضه للتحكمات الخارجيه. هاد المره السيتاب غادي يكون سهل. غادي يخصكم لي اي بوكس اللي غنتبازاو عليهم. من الاحسن يكون عندكم ان باز دو دوني ديال الكتوبه اللي غادي يمكن نونطرينيو عليها الموديل ديالنا. انا اختاريت لي 48 لوا دو بوفوار واختاريت لار دو لا غير و لو برانس دو ماكيافيل. اللغه ما كتهمش كيما حطيتوه ال ام غادي يتادابتا وغيعطيكم الجواب باللغه اللي تفضلوها. ثاني حاجه غنحتاجو هي ان اكسي لشات جي بي تي. ما كيهمناش انه يكون ان اكسي بيون ولا يكون ابونمون. لا ديفيرونس هو اننا كنأكسيديو لان موديل شويه عيان بارابور للناس اللي كيخلصوا. ولا دوزيام ديفيرونس هي ما نقدوش نفوتو 5 ديال الكتوبه. غادي نجيو لهاد لو فولي بروجي وغادي نديرو هنايا نوفو بروجي. غادي نسميوه مثلا شادو ادفايزر وغادي نديرو له كريي ان بروجي. غنجيو لونغلي سورس وغادي نحطو الكتوبه ديالنا هنايا. دابا الكتوبه ديالنا ثلاثه تابلوداو. غادي نعطيو لادفايزور ديالنا دي زانستركسيون اللي خصو يتبعهم في كاع التعاملات اللي غادي يكونوا عنده معنا. كنجيو لو تيتر ديال لو بروجي، نجيو لهنا الانستركسيون. هنا عطينا ان اكزامبل دانستركسيون مي حنا غادي نعطيو دي زانستركسيون ديالنا. انا عطيتو دي زانستركسيون اون فرونسي ولكن تقدروا تعطيو دي زانستركسيون اون انجلي ولا حتى بالدارجه. قلت له tu es mon conseiller de l'ombre, je te soumets des situations de mon quotidien et tu m'aides à les analyser. Ton analyse est froide et objective en t'appuyant exclusivement sur les 3 référentiels que j'ai mis à ta disposition. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, l'art de la guerre de Sun Tzu, le prince de Machiavel. Donne-moi les enjeux cachés, les règles que j'ai enfreintes, les risques que j'encours et propose-moi des solutions et des réponses réalistes en t'appuyant sur l'historique de nos échanges et des contextes antérieurs que nous avons accumulés. Donc هنا كنطلب منه اولا ان الاجوبه ديالو يكونوا ديريكت حيتاش سورتو شات جي بي تي عنده واحد لا طوندونس انه كيحاول عليك ولا ما كيبغيش يخلعك ولا ما كيبغيش يقول لك راك غلط. لا هنا كنقولوا له خاصك تجاوبنا من الاخر. ثاني حاجه انني كنقول له يتبازا على الكتوبه بثلاثه اللي عطيته. ما كاينلاش يمشي يقلب في انترنت ولا يمشي يقلب في شي جهه واحده اخرى ولا يبقى يخترع عليا ان ريفيرونسيال. ثالثا كنستركتوري ليه لا ريبونس ديالو. خاصو فوق ما نعطيه شي حاله يقول لي شنو هو الغلط اللي ارتكبته ولا اللي نقد نرتكبه، شنو هما لي ريسك يقدروا يوقعوا ليا ويعطيني الحلول يكونوا واقعيين ويكونوا مبازين على الاجوبه اللي كان عطاني قبل باش ما حدنا كنستعملوا هذا الكونسيي ما حدو كيزيد يتعلم شكون حنا شنو مع من كنتعاملوا وشنو هما الوضعيات اللي كنكونوا فيها اون جينيرال وكيفاش كنبغيو نتعاملوا معاهم.
j'enregistre. نجربوا دابا شادو ادفايزر اللي صاوبنا. غادي نستعملوا ان اكزامبل كونكري اللي اي واحد يقد يكون عنده. مثلا في هذا الاكزامبل غادي نكون انا ان كونسلتون انديبوندون وخدام هذه عامين مع واحد لو كليون وعندنا اون بون ريلاسيون افيك ان كونطرا كي ترونوفلا ديما وكلشي مزيان. حتى لهذا الصباح جو ريسوا ان ميل. انا غنشد داك لو ميل فيكتيف اللي جاني وغادي نعطيه للشادو ادفايزر ديالو باش يحللو. دونك غادي نبدا نستركتوري لو برومبت ديالنا. نقول له هنايا voici un mail que je viens de recevoir de mon client principal avec qui je travaille depuis 2 ans. Analyse-le. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quels sont les risques pour moi et que dois-je faire? وغادي نشد le mail donc de Karim Benani, directeur général Atlas Tech Solutions, l'objet point d'alignement évolution de notre collaboration. Donc هذا على الواضح ديالو انه un mail banal que je reçois ولكن حسيت فيه بان كاين شي مشكل. نشوفوا الشادو ادفايزر شنو غادي يديتيكتي فيه. ها هو الجواب وجد. Le message est poli mais le fond est froid et structuré. Il faut le lire comme un mouvement de réinternalisation progressive de ta valeur. Ce qui se passe réellement, ils préparent une transition de dépendance, ils veulent capturer ta méthode, ils veulent reprendre le contrôle stratégique du périmètre, ils gardent une porte ouverte pour éviter une rupture brutale. Le passage clé dès le mail هو هذا. Ce n'est pas une formule anodine, ne demande pas seulement un transfert de contexte, il demande ta logique de travail, tes méthodes, etc. etc. Machiavel est explicite sur ce point. Un pouvoir stable cherche toujours à remplacer les forces auxiliaires par ses propres forces. Kawa Anakda, la première référence ديالنا من عند le prince de Machiavel. كيعطينا هنا une référence من عند Sun Tzu. هنا كيعطينا une référence من عند les 48 lois du pouvoir. وكيزيد analyser ها هما les risques. Le scénario A, sortie progressive. Scénario B, scénario C. Ce qu'on doit faire, la réaction qu'on doit avoir ne montre aucune insécurité, reste calme, professionnel, positive. Le pire serait de transparaître de la peur, de la jalousie, de la territorialité. En se basant sur Machiavel, un prince déteste ceux qui compliquent sa consolidation du pouvoir. Donc il ne faut pas se créer des ennemis. Ou مازال كيعطينا في les réactions à avoir. الايميل اللي وصلنا في الاول كان كيبان نورمال اي بروفيسيونيل ولكن فاش الشادو ادفايزر ديالنا دار ليه قراءه معمقه جبد منه واحد الحسابات اللي كانوا ياخذوا منا وقت كبير بزاف باش نوصلوا ليهم سورتو فاش كنكونوا دي ديبيوتون كنربحوا الوقت وكناخذوا لي بون براتيك من دي ريفيرونس اللي خداو الاف السنين في بعض المرات باش يوصلونا. وهذه هي لا كونكلوزيون ديال هاد لا فيديو بهاد لوزاج جديد ديال لانتيليجنس ارتيفيسيال اللي كتسمح لنا ناناليزيو لي سيتوياسيون دو فاسون بلو كالم اي بلو ديستونت. شكرا على حسن المتابعه et à la prochaine.